السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد في كثير من دول العالم، خاصة دول العالم الأول، نجد أن الموظف أيا كانت وظيفته، إن كان وزيرا أو كان مديرا أو كان حتى غفيرا، حينما توكل إليه مهمة يؤديها على الوجه الأكمل، ولكن إذا ما فشل في أداء تلك المهمة سرعان ما يتقدم باستقالته ويتيح المجال واسعا لغيره ليأتي ليؤدي هذه المهمة، ذلك في دول العالم الأول. لكن نحن في بلادنا نجد أن الرجل يحتكر الوظيفة لنفسه ويفشل مرة ومرة ومرة ويرقع ويجازى على فشله. أنا أقول ذلك وكنت أنظر إلى فيديو للرجل الثالث في الجيش السوداني ياسر العطا، حشد جمع كبير من الجنود وقال لهم: إنا لمنتصرون، لنتقدم إلى الخرطوم ولنتقدم إلى كل أصقاع السودان لننتصر على قوات الدعم السريع ولنحرر الخرطوم، أو كما قال هذا الرجل ياسر العطا. ولو كنت أنا مكان ياسر العطا لتقدمت هذا الجمع من الجنود وقدتهم إلى هذا النصر الذي تحدثت عنه، سواء كان في الخرطوم أو في دارفور أو في أي مكان. لما قلت لهم: اذهبوا أنتم منتصرون وأذهب أنا إلى بيتي. أنا أقول ذلك وسبق لي أن طالبت الجنود في صفوف حركة مناوي وحركة جبريل إبراهيم وغيرهما، طالبتهم بأن لا يذهبوا إلى القتال بل ينسحبوا ويذهبوا بعيدا عن معارك القتال، وإن أراد البرهان أو ياسر العطا أن يقاتل فليذهبوا بالجنود بصفوف الجيش السوداني وليتقدموا هم المعارك، بدلا من أن يرسلوا أناس أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب الخاسرة. لنستمع ماذا قال ياسر لهذا الحشد من الجنود، حشدهم وتخلف عنهم، لم يذهب في مقدمتهم. لو كنت أنا أحد الجنود والله لما ذهبت أبدا لأقاتل والقائد تخلف عني، لكنهم ذهبوا. نستمع لياسر عطا. مالك عقار أدى راية الدولة، ما في جدة، ما في هدنة. نقول له تمام السيد نائب الرئيس، جيشك جاهز، وهذه العملية صدقوني ساتتكشف أسرارها كلها، حتكون في المعاهد العسكرية في السودان وفي أفريقيا وفي الوطن العربي جميعا. بنرتب وهو أشمل، والدور ده الضربة في حتة ما بتوقعوها، وضربة حتكون عنيفة، ضربة قوية، وحتكون بداية الانهيار للجنجويد في العاصمة. طيب، ماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء الجنود ذهبوا إلى المعارك، ماذا كانت النتيجة؟ شيء لكم أن تكتبوا وتقولوا ماذا ترون في هذه النتيجة. كل هؤلاء الجنود الآن مصيرهم مجهول، وعتادهم قد أخذ منهم عنوة. لنرى. والله يا مني دي نهايتك. عشان كده أي واحد من الناس اللي أنا ذكرتهم في حركة مناوي، في حركة جبريل إبراهيم، في حركة من يمشي يقعدوا في بيوتهم ويكونوا بعيد عن هذه المعركة الخاسرة.
وياسر العطا والبرهان والكباشي يعلموا تماما إنه الأشاوس جنود قوات الدعم السريع السودانية لا يقابلوا، لأنهم تلقوا أعلى تدريب. والمعارك خلال العام الماضي أثبتت تماما أن الجنود في صفوف قوات الدعم السريع السودانية شرسين ولهم دراية ولهم دربة ويعرفوا كيف يقاتلوا. بعدين السؤال الأخير، لماذا هذه الحرب؟ لماذا هذه الحرب يا البرهان يا ياسر العطا يا شمس الدين الكباشي؟ وقلتم أنها حرب عبثية، الآن تحولت إلى حرب أكثر من عبثية. فإن كان هناك كلمة أو مصطلح لأصف به هذه الحرب فإنها حرب أكثر من عبثية. أوقفوا هذه الحرب، أوقفوها فورا، واحفظوا أرواح هؤلاء المساكين، هؤلاء البسطاء. لا وألف لا، ولا وألف لا، ألف لا للحرب.